السلام عليكم وحلقة جديدة معانا هنا في القناة. حلقة النهاردة بمعناها ومقتضاها كده اللي هيتقال فيها هو اللي هيطلع من لسان النهاردة هو بنسبة 90%. ما معناه اللي أنا هنقولك ده بنسبة كبيرة وهو موثوق منه وهو يعني هيبقى رسمي. معانا النهاردة حلقة بمنتهى الجمال وهتهم نادي الزمالك وجمهوره جدا، من كل العاشقين من المحيط للخليج. كله هيقول الصفقة دي هترجع مكانة نادي الزمالك تاني، وهتقول الهيبة رجع تاني. طب بص يعني اللي هقولك دلوقتي ده هو بنسبة 90% زي ما قلت لك. طب ايه هو الصفقة؟ الصفقة هي بمقتضاها ان نادي الزمالك هيتم تعاقده مع هذا اللاعب لمدة سنتين جايين، لأن اللاعب ده كان انتقل لفريق غريم وفسخ عقده. طب مين هو اللاعب اللي فسخ عقده؟ هو أشرف بن شرقي. طب يا عم الراجل ده لسه راح من النادي الاهلي بقاله شهرين تلاتة، هو اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي النهارده كان حاصل خناقه بينه وبين محمد رمضان ومحمد شوقي اللي هما مسؤولين حاليا عن الكوره في النادي الاهلي تحديدا. هو انا بقول لك الاشخاص اللي كانت في الخناقه، ومحمد الشناوي اتدخل كمان، وبالامر رامي ربيعه كمان اتدخل. ليه؟ لان رامي ربيعه اصلا ليه خناقه كده كده مع امام عاشور قديمه، فيلا يا باشا بقى يعني ايه الحسنه تخص والسيئه تعم مع الجميع، على الجميع مش شخص واحد. طب مين هو الشخص من اللاعبين؟ ماشي. وهو أشرف بن شرقي زي ما احنا قلنا خلاص فسخ عقده النهارده الصبح، وعايز حد يطلع يكدب كلامي يعني بحاجة رسمية من عنده، يطلع يقول لي يا باشا والله ما فسخش عقده، الراجل معايا مكمل. لا يا باشا الراجل فسخ عقده. طب اقول لك كمان بالامر اللي حصل. بالامر يا باشا الخناقة دي كانت قدام اوضه اللبس وفضلت مكملة لحد ما كولر استاء ومشي من قدام اوضه اللبس لحد ما كولر استاء ومشي. ده في استاد التتش النهارده. طب لا ما انت والله بص مش عايز تصدق صدق يعني ده كلام، انا بقول لك كلام حصل. فكلام حصل النهارده وطازه اهو. هقول لك ده اللي حصل. طيب آم، هل بقى حد ممكن يطلع يقول ده ما حصلش؟ لا يا باشا حصل. وقلت لك اشخاص اللي كانت في الخناقه النهارده اهو. وامام عاشور كمان كان عايز يخش يضرب رامي ربيعه بس الاتنين اتصالحوا. فالدنيا كانت لمت يعني بين الاتنين دول قبل ما الخناقات التانية دي تحصل. فكون بقى ان امام عاشور يتدخل النهارده يعمل الحوار ده في خناقه، وكان حوار اكبر من كده. لكن زي ما احنا قلنا بن شرقي خلاص مش راح الزمالك، انه يعني الزمالك خلاص تواصل مع مسؤولين في نادي الزمالك ومع اخوه انس ولا انيس بن شرقي عشان يجيبوا اللاعب نادي الزمالك مرة أخرى. اللاعب خلاص كلمته مع الأهلي أنا حاسة بصراحة مش موجودة. مش ده بن شرقي اللي هو بتاع الزمالك اللي هو ها وها والكلام ده كله. يعني مش ده بن شرقي. واللاعب كمان مستاء إنه عارف إن تريزيجيه جه الأهلي كمان شهرين. هيتكلم مع الأهلي بقى 5 سنين جايين. هتتكلم في 5 سنين جايين كمان لتريزيجيه. فأنت عملت حاجة هتعتمد على اللاعب ده، وبعد كده مش هتخلي حسين يعني مثلا احنا قلنا الحلقه اللي فاتت حسين شحات في الزمالك. لا احنا هنقول كمان تريزيجيه ناحيه الشمال وبن شرقي ناحيه اليمين. بن شرقي مش هيبقى ناحيه اليمين نهائي. مش كورته مش لاعب كور خالص ناحيه اليمين، لكن الشمال هيبقى تمام. يبقى انت تيجي تقول لي ما تريزيجيه يروح على اليمين، مش مكانه برضه. الاتنين بيلعبوا شمال. طب بن شرقي ممكن يقعد دكه. طب ليه يا عم يقعد دكه؟ ما في ناس محتاجين بره، ولا انت مش عاوز ان اروح بره عايز تفضل خليني معاك في الاهلي؟ هي كيمياء معلومة مش مفهومة بصراحة بالنسبة لكل وإدارة النادي الأهلي. فهل تعتقد إن هم مثلا ممكن يحاولوا يرجعوا بن شرقي زي ما رجعوه في الريان أم لأ؟ أشوفك حلقة جديدة. السلام عليكم.